مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وهو واضح على صوتي طبعا ان البرد مبهدلني جدا، بس يلا الحمد لله. طبعا كل سنه وانتم طيبين، ويا رب كده يا رب ينعاد علينا بخير شهر رجب، وبلغنا شعبان وبلغنا رمضان على خير يا رب. ويلا نبتدي بقى الفيديو. وقبل ما ابتدي الفيديو حابه ان انا ارحب بكل المشتركين معايا، منوريني دايما كده يا رب على طول. ونسمي الله ونصلي على الرسول. انا مش هسجل الفيديو ده، انا هطلع بقى كده، يعني ده فيديو تلقائي بقى كده. اي كلمه بقى هتطلع كده يعني من قلبي، مش مجهزه الفيديو ولا اي حاجه. الاول انا بحب اشرب اي حاجه وانا بشتغل، وانا بعمل الاكل او اي حاجه. هعمل بقى ايه؟ هعمل كوبايه نسكافيه. انا شاربه واحده الصبح، بس اشرب واحده كمان عشان بس اصحصح كده. ده النوع ده انا بحبه قوي يا جماعه. بس انا ما عنديش لبن بقى، اللبن كان خلص، فانا هشربه بقى كده ايه. هو تقريبا 3 في 1 حاجه زي كده، اللي هو يعني ايه، سكر بقى ولبن ونسكافيه وكده يعني. فانا ما عنديش اللبن اللي هو النيدو ده، او لبن بلدي كمان يعني. هبقى انزل بس ان شاء الله بشتري شويه حاجات وكده. خليكم بقى معايا بقى ايه. الفيديو واضح ان هو مش هيبقى طويل ومش هيبقى قصير، بس احنا ايه لا مش سخنه الحمد لله. فاحنا ايه هنستعجل بعض كده. بسم الله، بسم الله. وعشان نخلص، لان انا عامله الاكل عاملاه بارد، عاملاه بارد ايه، الاكل عاملاه متاخر. ندخل بس الحله دي فيها ميه كده. الميه دي انا هغسل فيها بقى، هعمل كل حاجه قدامكم. خلاص. اجيب بس معلقه الاول عشان ايه اقلب النسكافيه بتاعي. الاول انتوا عاملين ايه واخباركم ايه؟ وحشتوني قوي. بقالي كام يوم كده يعني، انا متابعاكم كل حاجه، بس انا ما بنزلش باي فيديو لان فعلا كنت تعبانه. البرد تعبني قوي يا جماعه والله. مع اني انا من عشاق البرد، من عشاق الشتاء بقى بسم الله، من عشاق الشتاء والبرد والحاجات التقيله بحب البسها بقى في الشتاء وكده. يعني انا بحب الشتاء عشان اللبس بصراحه يعني، والخروج بقى بحب انا اخرج بقى بالليل وكده مع اولادي بقى طبعا، مع اخواتي كده يعني. إيه، نقعد بقى في مكان بقى، نشرب حاجه دافيه، نشرب قهوه، نشرب نسكافيه كده يعني. هنعمل بقى ايه، شويه الملوخيه. بستغرب في ناس مستغربه يا جماعه ان انا عندي ملوخيه خضراء. هو انتوا كده زيي ولا ايه؟ في حد عنده ملوخيه خضراء ولا بتجيبوها برضو جاهزه كده؟ انا يعني بيني وبينكم انا كنت جبت كام مره كده اللي هي الجاهزه دي، اللي هي ايه يعني جاهزه، متخرطه جاهزه وكده يعني. فبصراحه ما عجبتنيش. انا بحب اجيب الملوخيه، بس انا جايباها متقطفه جاهزه بصراحه يعني. انا جايباها من عند الخضراتي اللي جنبي. جايباها جاهزه متقطفه كده، بس انا بحب بقى اراجع عليها تاني لو فيها مثلا اي حاجه. يعني انا كنت قبل ما احطها في الميه انا مراجعه، يعني يعني منقياها يعني يبقى فيها مثلا ورق كده، بس يعني مثلا دي ورق صغير. شلت بقى انا الملوخيه، ركنتها بالميه بالخل بتاعتها. عندي بقى الفرخه دي كنت انا بقى منضفاها كويس قوي، وبحط عليها يعني غسلها بقى بالملح والليمون وكده، وحطيت برضو عليها رشه دقيق. بحب انا بقى ايه اعمل الحركه دي، ان انا ايه احط عليها الدقيق الاول، واقعد بقى اعمل فيها كده كويس. اي زوايد انا طبعا بشيل الزوايد كلها قبل ما بحط الملح وقبل ما بحط الليمون. بشيل بس ايه، بقعد اعمل بقى كده عشان لو في اي حاجه مستخبيه ولا حاجه الدقيق بيطلعها. الدقيق او الرده بيطلع ايه الحاجات اللي جوه دي. طبعا بقى ايه، انا طبعا بكلم برضو البنات الصغيرين، بشيل برضو الجزء ده كله لان بيبقى كله زفاره. والحاجات برضو الجناحات اللي هنا في الجزء ده برضو، هنا في الجناحات لازم تتشال برضو. والرقبه، الرقبه دي برضو كلها بتبقى برضو لازم تتشال. كل ده لازم يتشال، عذرا يا جماعه للمنظر، عذرا. بس انا ايه يعني ايه ده اكلنا احنا لازم نعمل بايدينا كده يعني. عشان ايه؟ نضمن ان احنا شايلين كل حاجه بايدينا، مفيش حاجه مستخبيه. لان لو لابسه جوانتي ممكن اي حاجه ايه ما تطلعش معايا بكل سهوله. فعذرا يعني، احنا كلنا بنعمل كده في بيوتنا. تمام. فانا بعمل بقى كل ده، وايه بسيبها بقى تتنقع شويه في الدقيق. هحط بس عليها ميه هشطفها وارجع احطها تاني في الدقيق. غسلتها وشطفتها كويس قوي، وبعدين رجعت ايه نقعتها في الميه بملح بدقيق. هحطها بقى تتنقع شويه لحد ما ايه ما اعملها بقى المركه بتاعتها. نشيل اول حاجه دي، نشيلها برضه نحطها على جنب كده. ونجيب بقى ايه الحاجات بتاعتنا دي.
هبشر بقى البصلايه. يعني مش مستاهله ان انا اطلع كبه، ومش مستاهله ان انا ايه اعملها بقى. انا قلت هعملها بالمبشره على طول كده. انا قلت انا هعمل كل حاجه قدامكم، يبقى ايه كل حاجه ايه مباشر، يبقى ايه مش هعمل بقى يعني حاجه في الكبه ولا الكلام ده. هفصل برده لحد ما اخلص البشر. خلاص بقى كانت نضفت معايا واتنقعت بما فيه الكفايه. يعني انا فصلت الفيديو وايه كانت قعدت يعني شويه حلوين يعني. ونضفتها اهي بقى. بصوا عامله ازاي. شلت بقى كل انا ايه الدهون بقى اللي هي هنا دي كلها. بصوا بحب ايه ان انا افرغ او اشيل الدهون دي كلها. مش حلوه يا جماعه على فكره والله خالص الدهون دي. هجيب بقى سكينه، لاني بقى ايه بحب انا بقى اعمل الفتحات دي، لان الفرخه معايا ما شاء الله كبيره شويه يعني. حتى لو مش كبيره بحب برضو ان انا اعمل لها فتحات. ليه بقى؟ عشان اللحم بتاعها يتطعم من البصل. فاهمه ازاي؟ بصي بعمل بقى انا كده بسم الله. بفتح بقى الفتحات دي كلها كده. شفتوا؟ بصوا بقول لكم بحب انا اشيل الحاجات دي كلها. هنا بقى هغسل ايدي بس عشان امسك العلب. غسلت ايدي لان ايه عشان مسكت الفرخه، فما ينفعش ان انا امسك بقى العلب بتاعه الملح بقى والفلفل والكلام ده يعني. فلازم اغسل ايدي الاول. هنزل بقى شويه فلفل اسود، وشويه ملح، وهجيب برضو حبهان مطحون ولورا مطحونه وهحطها اهي. الفيديو ما كانش التليفون ما كانش بيسجل يا جماعه، معلش بقى. بسم الله. هعمل بقى كده. هشيل بس الايه شويه دول هشيلهم على جنب كده عشان احطهم في الشوربه او احطهم مع الفرخ. اجيب بس كده ايه انا غسلاها كويس جدا اهي. احطها بقى هنا كده. بسم الله. هبتدي بقى ايه ان انا احشي الاول الفتحات اللي انا عاملاها. بصوا كده. معلش عذرا وقعت مش هنجيبها خلاص. ماشي. نحط بقى جوه كده، ونحط برده ما بين الرجلين كده، او ما بين الوراك كده، ما بين الوراك. انا هفصل لحد ما اخلص. حله بقى اهي اشيلها بقى. سخنت بقى معايا. هبتدي بقى ان انا ايه اشيلها. بسم الله. وبشر البصل اللي انا كنت بعمله. حبهان بتاع ده، وحطيت حته صغنونه بس كده. فين بقى الحبهان بتاعي؟ الحبهان 3 4 فصوص حبهان اهمت. وخلاص بقى على كده. الميه. ونعمل بقى ايه الملوخيه. الصينيه بتاعتي والملوخيه الخضراء بتاعتي. بصوا انا خلصتها. بصوا خضرا ازاي وجميله.
كده دي صح، مرحبا دي غلط. هات القلم. هنا انا عملت بقى الرز، كنت شلت نص الكميه حمرتها ونزلت بالنص التاني، وهفضل بقى اشوح فيه مش اقل من دقيقه، دقيقه ونص. الحركه دي يا جماعه بتدي الرز طعم حلو قوي، وبتخليه كمان مفلفل معايا. هنزل بقى بالملح بتاعه هظبطه، يعني مش هحط ملح كتير لان الشوربه معايا فيها ملح، فهظبط بقى الملح برضو، وهفضل اشوح فيه برضو شويه كويسين كده، بحيث برضو ان هو يبقى مفلفل معايا. الحركه دي بتبقى حلوه قوي. نزلت بقى هنا بالشوربه، وكده خلاص انا ظبطته، وهشيله بقى هحطه بقى على نار هاديه. وعندي بقى شوربه كنت برضو غليتها وحطيت فيها معلقه ثوم مفرومه. بحب اعمل الحركه دي يا جماعه، وكل مره برضو بقولها لكم، لازم تحطي او جربي الحركه دي، تحطي معلقه ثوم مفرومه في الشوربه قبل ما تحطي الملوخيه عليها، وتنزلي بالملوخيه وتفضلي بقى تقلبي فيها غلوتين 3 كده بس معاكي بمضرب بقى كده بشوكه، بحيث انها تتفك معاكي. تغلي غلوتين وتشيليها على جنب. عملت انا بقى التومه بتاعتها او التقليه بتاعتها، وحمرتها ونزلت عليها بمعلقه كزبره ناشفه. هحمر برضو التومه، وهنزل عليها بالملوخيه، وهنزل بقى بباقي الملوخيه كلها على بعضها بقى. وهنا بقى خلاص كانت كده جهزت معايا. هعمل بقى جنب الاكل ادام فيه لسان عصفور شوربه، يبقى لازم يبقى فيه لسان عصفور. هعمل بقى شويه لسان عصفور كمان جنب الاكل. اكتشفت يا جماعة ان فعلا الملوخية الخضراء بتاعت الشتا دي حلوة قوي، وطعمها حلو وخفيفة ولذيذة، طعمها حلو. وهنا بقى نزلت بلسان العصفور هحمره برضو معايا. هفضل برضو ان انا احمر فيه شوية لحد ما يبقى لونه مصفر كده معايا، وهنزل عليه بالشرب، بخليه يغلي غلوة واحدة، واطفي عليه واغطي عليه بقى بس يبقى بقى مستوي، يبقى حلو معايا. هنا بقى طبعا الملوخية كانت خلصت. بصي اللون عامل ازاي، وتحسي انها خفيفة كده، مش خفيفة مية يعني، انا اقصد يعني ايه، خفيفة في الاكل، طعمها حلو، طعمها لذيذ يعني. وكان الرز بقى كان خلص معايا، بصي مفلفل ازاي، وبصي اللمعة اللي فيه. ولو وصلتي لحد هنا يا جميلة ما حطيتيش الاشتراك بتاعك، انزلي حطي الاشتراك بتاعك، وما حطيتيش اللايك انزلي حطي اللايك بتاعك يا جميلة. الفراخ كمان معايا كانت خلصت، كانت استوت خالص. يعني انا كنت بقولك ان الفرخه ما شاء الله كبيره، بس برضو استوت معايا، ما خدتش وقت الحمد لله. والاكل بقى كان جاهز معايا اهو. بالهنا والشفا، واشوفكم في فيديو جديد، واقول لكم باي باي.